تخيل كده يا صديقي تبقى واحد من أقوى المغامرين في المدينة بتاعتك، وكمان في أشهر فريق موجود فيها. ده غير إن الدنيا ماشية معاك في حياتك آخر حلاوة، والبنت اللي انت بتحبها معاك وبتدعمك في كل خطوة. بس فجأة وبدون أي مقدمات بتخسر كل حاجة. القدر بيجمعك مع أشخاص نفس الحالة بتاعتك، وعلشان كده بتقرروا تكونوا فريق تتحدوا بيه الظروف مع بعضكم. فيا ترى هتقدروا تواجهوا التحديات والصعاب اللي هتواجهكم مع بعض ولا لأ؟ وإيه اللي هيحصل في قصة بطلنا؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. فصل على النبي ويلا بينا نبدأ. في عالم السحر في شيء عادي، والمغامرين والمحاربين موجودين في كل مكان. بتبدأ قصة بطلنا نيك، وبنعرف إنه هو واحد من المغامرين في فرقة مشهورة اسمها أسياد الحرب. وقائد الفرقة غورس بيعتبر نيك زي أبوه بالظبط، وبما إنه واحد من المغامرين الأقوياء فالدنيا ماشية معاه كويس. وكمان حبيبته الجميلة أليس اللي معاه في نفس الفريق بتدعمه في كل خطوة. بس للأسف مفيش حاجة بتفضل على حالها، لأننا بنشوف بطلنا نيك وهو قاعد مع أليس وبتطلب منه إنهم يسيبوا بعض. ممكن تقول إن ده عادي يعني وبتحصل، بس أحب أقولك إن المصايب بتيجي ورا بعض. اللي بيحصل إن نيك بيتم اتهامه بسرقة حاجات من خزنة الفريق، ومش بيكون عنده دليل يدافع بيه عن نفسه. فأغرس قائد الفريق بيطرده حرفيا كده. نيك خسر كل حاجة، لأنه بالنسبة له الفرقة ديت كانت أكتر من بيته. بيتصاب نيك بالإحباط بعد ما حس إنه هو اتخذل من كل اللي حواليه، وبيقرر إنه هيبدأ الطريق من جديد لوحده. بيروح تاني يوم لنقابة المغامرين علشان ياخد شوية مهمات ويقدر يجمع منها فلوس، وبتكون ديت أول مرة يطلع مهمة لوحده. بس في آخر لحظة بيغير قراره وبيستسلم لليأس. بيروح بعدها للحناة علشان ينسى حالته المزرية، وبيكون قاعد لوحده على الترابيزة. وفجأة النادلة بتيجي وبتعتذر له إنه هيضطر يشارك الترابيزة مع أشخاص تانيين لأن مفيش أماكن فاضية. بيدخل 3 أشخاص وبيقعدوا معاه، بس الغريب إن محدش فيهم نطق ولا كلمة. بنت جميلة شعرها أصفر لابسة لبس ساحرة، والتاني كاهن سكران، أما التالتة والأخيرة فهي بنت بشعر أحمر من عرق التنانين. بيحس نيك بالحزن اللي موجود في عين كل واحد منهم، وبيفكر إن هو خلاص مش هيقدر يثق في حد بعد كده، وده لأن أقرب الناس خذلوه. ولكن فجأة حاجة غريبة بتحصل. ال4 بيرفعوا الكاس في نفس الوقت، وفي نفس واحد بيقولوا نفس اللي نيك بيفكر فيه: استحالة أثق في أي حد بعد كده. لحظة صمت بتملى المكان، وبنشوف إيه اللي وصل كل واحد منهم للحالة ديت. بنبدأ بتيانا، البنت أم شعر أصفر، وبنشوف إنها كانت ساحرة عبقرية في أكاديمية السحر، والمعلم بتاعها بيمدح قوتها وتفوقها، وده اللي بيفرحها جدا. فبتروح وهي مبسوطة علشان تبلغ حبيبها أليكس. بتلاقيه مع بنت تانية، وتيانا علشان نيتها صافية بتقعد معاهم وبتحكي له قد إيه هي مبسوطة، لكنها بتتفاجئ إن هو بيزعق لها وبيرد عليها بطريقة مش كويسة. بيتهمها كمان إنها بترشي المعلمين علشان يعلوا الدرجات بتاعتها، وبيقول كده بدافع الغيرة منها. ومش بيقف لحد كده بس، ده كمان بينهي علاقته بيها بحجة إن هو بيتعرض للذل علشان حبيبته أقوى منه. طبعا البنت قلبها بيتكسر من اللي بتسمعه ومش بتعرف تعمل حاجة. واللي بيزيد الطين بلة إن الإشاعات بتبدأ تنتشر عليها في الأكاديمية، فبتقرر تسيبها وتمشي، تروح تأجر أوضة تقعد فيها. بتحاول تدور على شغل علشان تدفع إيجار المكان اللي قاعدة فيه، بس بتترفض من أي مكان تروح له. وفي يوم بتلاقي إعلان للمشاركة في رهان سباق للوحوش، وبتقرر إنها تشارك، وفعلا بتكسب. وده اللي بيخليها تفكر إن الحظ ابتسم لها أخيرا. بس مش بيفضل إحساسها ده كتير، لأ، زي أي حد بيخش المجال ده بتخسر كل فلوسها. ودي قصتها لحد ما وصلت للحناة اللي فيها بقية المجموعة. وبنعرف بعدها قصة الكاهن اللي اسمه زين، وكان عايش في قرية صغيرة مشهورة بالأعشاب الطبية. وفي يوم من الأيام وهو شغال، بنت صغيرة اسمها ميريل بتعدي عليه وبتجيب له الأعشاب اللي كان طلبها منها. وبيبان كده إن البنت واقعة في حبه وبتحاول تعترف له، بس هو بيرفضها. بيقول لها إن هو كاهن ومش هيقدر يقف في علاقة مع أي حد، ده غير إن سنها صغير. فبتسيبه ميريل وهي متضايقة، وباين عليها إنها ناوياله على حاجة. تاني يوم بيصحى زين على صوت الحراس وهم بيخبطوا عليه، وبنتفاجئ من اللي هو شايفه. ميريل بتبقى معاهم وبتتهمه إن هو اعتدى عليها. بيحاول يدافع عن نفسه بس مش بيعرف، وبيخسر كل حاجة تماما زي بقية المجموعة. بيكون ما عندوش دليل على براءته فبيتحبس، وبعدها أهل القرية بيطردوه
بيروح يقعد عند واحدة من معارفه القدامى واللي بتساعده وبتديله فلوس ومعدات علشان يبقى مغامر ويقدر يعتمد على نفسه، ويكون ده اللي وصله لبقية أصحابنا. وبيحكي لهم حكايته وهم قاعدين بيسمعوه. بيجي دور البنت الأخيرة وبنعرف إن اسمها كارين، بس بنظرة حزينة مش بتقول غير جملة واحدة بس: اتسرق مني أعز ما أملك من أعز شخص عندي. بيقضوا الأربعة ليلتهم سوا في الشرب، ولما النهار بيطلع بيلاقوا نفسهم كلهم في أوضة تيانا وبيقربوا خلاص هيمشوا، كل واحد هيروح لطريقه. بس نيك بيقف مرة واحدة وبيعرض عليهم إنهم يكونوا فريق هم الأربعة، بما إن عندهم حاجة مشتركة وهي إنهم اتخذلوا من البشر. وفعلا بيفكر الكل في كلامه وبيقتنعوا بيه، وكده الفريق بيتكون من أشخاص اتخانوا واتظلموا من أقرب الناس ليهم. الدنيا بهدلتهم وخدت منهم الأمان اللي كانوا فيه، بس قرروا إنهم يدوا ظهرهم للكل ويكملوا الطريق مهما كان صعب. بعد كده بنشوفهم بعد ما جمعوا نفسهم وراحوا للنقابة علشان يسجلوا فرقتهم الجديدة وياخدوا أول مهمة رسمية ليهم. الموظفة اللي بتستقبلهم بتتعرف على نيك من أيامه القديمة لما كان لسه عضو في فرقة أسياد الحرب، بس مش بيكون هو لوحده، لأ، ده بتتعرف كمان على كارين، وبيطلع إنها الناجية الوحيدة من حادثة حصلت في زنزانة رتبتها سي. بعدين الموظفة بتسألهم عن الاسم اللي اختاروه للمجموعة الجديدة بتاعتهم، وبيستقروا كلهم على اسم الناجون. واختاروا الاسم ده بالذات لأنهم أخدوا عهد على نفسهم إن مهما حصل وقد إيه كانت المخاطر كبيرة لازم يرجعوا على قيد الحياة. بالليل بقى بنشوفهم متجمعين ونك بيحط لهم القواعد الأساسية اللي هيمشوا عليها من هنا ورايح. وبما إنهم عملوا المجموعة بناء على عدم ثقتهم في البشر، فلازم يحطوا قوانين تمشي مع المبدأ ده. القانون الأول: ممنوع تدخل في الحياة الشخصية لأي عضو من أعضاء المجموعة. التاني: الفلوس اللي هيكسبوها من المغامرات هتتجمع وهتتأمن بمشاركة الكل. والتالت والأخير والأهم: مهما حصل لازم نرجع أحياء. وفعلا الكل بيوافق على القوانين، بس المشكلة بتبان لما نيك بيوزع المهام على كل واحد في نقطة تخزين الفلوس. زينو وتيانا بيتهموه إن هو بيوزع عليهم المهام الصعبة وبياخد هو الحاجات السهلة، فبيرد نيك على كلامهم إن مش غلط إنهم يشكوا في بعض، لأن الثقة المفرطة في البشر هي اللي وصلتهم للمرحلة دي، بس لازم ياخدوا الموضوع واحدة علشان يكسروا الحاجز ده والفرقة ما تنهارش بسرعة. وفعلا بيفهموا كلامه لأنهم عايزين يرجعوا يحسوا بإحساس أساس الثقة من تاني، بس لسه مش قادرين يتخطوا الخذلان اللي تعرضوا له، وعلشان كده بيقرروا إنهم يوافقوا على توزيع المهام اللي قال لهم عليها. وبيعدي وقت وبنشوف المجموعة وهم رايحين أول مهمة ليهم، واللي هي متاهة من الرتبة جي. ونيك بيطمنهم إن المستوى ده زي تدريب للمبتدئين، وبيظهر أول عدو قدامهم واللي بيطلع عبارة عن صلايم بسيط مش مؤذي. فبيروح نيك وبيشيل منه الحجر الروحي وبيعرفهم إن الأحجار ديت مهمة لأنها بتتباع للنقابة وبياخدوا عليها فلوس. بيتحركوا بعدها لحد لما بيوصلوا للدور التاني، وزينو بيقول إن هو بيحس بالذنب كل لما يفكر إنه هيقتل كائنات حية حتى لو كانت وحوش. الرد بقى كان إن لو الوحوش ما اتقتلتش والمتاهة هتتمدد وهتهاجم الناس اللي بره، وعلشان كده هم لازم يهاجموا ويحموا نفسهم. وهم ماشيين بقى واحد من السلايم بيهجم على تيانا، فبتقوم وهي متعصبة وبتهجم عليه، بس بالغلط الضربة بتيجي على كارين، فبتفكر كارين إنها كانت بتهاجمها من الأول، والتوتر بيزيد ما بينهم. تيانا بتحاول تدافع عن نفسها، بس برضو كارين بتفضل متعصبة، بتهددها إنها هي اللي ممكن تأذيها بعد كده. بعدين بيوصلوا للطابق الأخير، وهناك بيلاحظوا حاجة غريبة، وحاجة زي فروع الشجر موجودة في كل مكان ومتصلة بسلايم عملاق، وبنعرف إن ده زعيم السلايم. من غير أي مقدمات بتبدأ تهاجم على السلايم بنفسها باستخدام تعويذة جليدية. نيك بقى بيحاول يحذرها وبيقول لها تبعد فوراً، بس فجأة السلايم بينفجر وبيغرق المكان بالكامل. بعدها بشوية بنشوفهم كلهم وهم عند النهر بيغسلوا هدومهم بعد ما اتبهدلت من السلايم، ونيك بيقول لتيارا إنها استعجلت لأن السلايم حساس ناحية السحر، وبياخد باله إن الوضع لسه مش تمام ما بينها وما بين كارين، وعلشان كده بتجيله فكرة وبيبدأ يكلمهم على مهاراته، بيكشف لهم أسلحته. الكل طبعا بيتفاجئ لأن المعلومات ديت ممكن تضر صاحبها لو الشخص التاني عاوز يأذيه ويستخدمها ضده، وبيكون عامل كده علشان يزود الثقة ما بينهم. وفعلا زين هو كمان بيعمل نفس الحاجة،
وبيعرفوا منه إنه ضعيف قدام ضربات السيف والسحر. بعدها بتقوم تيانا وبتعتذر لكارين وتقول لها إنها فعلا ما كانتش تقصد، ودليل على حسن نيتها هتكشف لها نقطة ضعفها كمان، وفعلا البنت بتصدقها وبتسامحها. بعدها بيجهزوا وبيروحوا لعش العفاريت علشان يهاجموهم، وبيبدأ بعدها نيك يقتل فيهم واحد ورا التاني، وبعد ما بيخلص بيتوجه علشان يستكشف المنطقة اللي قدامهم، بس تيانا بتوقفه وبتستخدم هي سحر الرصد وبتقدر تحدد مكان العفاريت وعددهم بالظبط. ولكن فجأة بتحس إن في طاقة سحرية كبيرة أقوى من اللي قتلوهم كلهم. بيقول لهم نيك احتمال يكون غول، واللي بيبقى أقوى من العفاريت بكتير، وحتى لو قتلوه مع بعض بمستواهم ده فمفيش ضمان إنهم هيهزموه، بس مش هينفع يهربوا لأنه ممكن يهاجم الناس القريبة من هنا. وعلشان كده بيبدأ نيك يقول لهم الخطة، وهي إن سحر كارين الناري يقدر يأثر على الغول، فهم هيحموها ويفتحوا لها الطريق وهي هتخلص عليه. وفعلا بيبدأوا الهجوم، وزين بيحصنهم بسحر الدفاع بتاعه، وفي نفس الوقت تيانا بتستخدم سحر الجليد وبتهاجم الغول، وده اللي بيستفزه، بس مش بيلحق يعمل حاجة لأن كارين بتبقى في المقدمة وبتفعل قوتها على السلاح بتاعها، وبضربة واحدة بتقدر تخترق دفاع الغول وبتخلف عليه. بعدها بيروح نيك علشان يخلع القرن بتاعه لأنه بيبقى غالي جدا، وده اللي بيخليه بالغلط يقع على كارين اللي واقفة ماسكة سلسلة شكلها غريب، ونتيجة لكده السلسلة بتقع وتتكسر. في اللحظة ديت بنرجع للماضي علشان نعرف ايه حكاية السلسلة دي. بنشوف كارين وهي ماشية وسط سوق مليان ناس وبتفكر في المهمة بتاعتها، واللي هي تعتبر مهمة أساسية لكل شعب التنانين، وبنعرف إن عندهم أسطورة بتقول إن في بشر هيظهر وهينقذ العالم، ومهمتهم إنهم يساعدوه على تحقيق هدفه. وفجأة وهي ماشية بتقف قدام محل بيبيع سلاسل، ولفت نظرها السلسلة اللي شفناها قبل كده، وبتبقى كارين حاسة بإحساس غريب ناحية السلسلة دي، فبتمد إيديها علشان تاخدها، بس لما عرفت سعرها رجعتها تاني وبتتحرك علشان تمشي، بس البياع بينده لها وبيقول لها إنها كسرت السلسلة ولازم تدفع حقها، وبتكون ديت خدعة منه، والمعادي أصلا واحدة مزيفة. مش بتبقى كارين عارفة تعمل إيه، بس في اللحظة ديت بيظهر شخص غريب وبيكشف الكذبة بتاعت البياع، وبيقدر كمان يطلع السلسلة الأصلية. بيزعل البياع وبيدي السلسلة لكارين كعقاب ليه، وبيقول لها إنها من حقها لأنه حاول يخدعها. وبنعرف إن الشخص ده اسمه كاليوس، ومن ساعة الموقف ده وكارين بتحترمه جدا، وحست إن ممكن يكون ده هو البشري الموعود اللي هي لازم تساعده، فبتقرر إنها تنضم ليه. وبنشوفهم بعدها وهم في مهمة مع بعض بعد ما انضمت للفريق بتاعه، وفجأة وحش ضخم بيظهر، بس كارين بتتحرك بسرعة وبتقسمه لنصين بضربة واحدة، فبيجي كاليوس وبيمدحها على قوتها وبيشكرها لأنها انضمت ليه، وطبعا كارين هتطير من الفرحة بكلامه. بيكملوا بعدها في المهمة بتاعتهم لحد ما بيوصلوا لمكان الزعيم، وبيشرح ليها كاليوس إن الزعيم ده مش سهل لأنه ثعبان شيطاني قوي جدا، وبيفضل مستخبي في الوعاء بتاعه، وطول ما هو جوه مش بيتأثر بالسحر. وبتقبل خطة إن كارين تهجم بقوتها النارية وتخليه يخرج، وهم هيحموها يعني من ظهرها. ففعلا بتبدأ كارين الهجوم، وبسبب ضربتها التعبان بيخرج بس بيبقى متعصب جدا، وهالة ضخمة بتظهر حواليه. وفجأة واحد من أعضاء الفريق بيرمي كورة نارية على التعبان، بس الغريب إنها بدل ما تضعف قوته بتخليه يتعصب أكتر، وبيبدأ يهجم على كارين وبيثبتها وبيهجم عليها بالسم بتاعه، وده اللي بيخليها تفقد قوتها وتحاول تنده على كاليوس علشان يساعدها. وفعلا بيجي، بس مش علشان ينقذها، لا ده بتظهر حقيقته، واللي بيكون استخدم كارين كطعم علشان التعبان يهجم بالسم ده ويخليها أضعف، وبيقدر هو وأتباعه يقتلوا التعبان فعلا. وبتحاول كارين تقوم، بس بيجيلها كاليوس وبيقول لها إنها خلاص عملت اللي عليها، ومن هنا ورايح هو ما بقاش محتاج لها. بتسأله وعينيها مليانة دموع عن السبب اللي خلاه يعمل كده، بس هو مش بيرد عليها، وبكل سهولة بيسيبها ويمشي، بيسيبها مع دموعها وقلبها المكسور وثقتها اللي اديتها للشخص الغلط. وبعدها بيبدأ يغمى عليها، بس بعد شوية بنلاقيها قدرت تقف من تاني وبصعوبة ونجت من الموت. وفي الوقت ده افتكرت إن معاها حاجة لازم تحميها، واللي هي جوهرة عين الموت، ورجعت بسرعة للسكن علشان تلحقها. بس للأسف لما وصلت لقت كل حاجة اتسرقت، واكتشفت إن كاليوس خد كل حاجتها وهرب. ووقفت بعدها بعد ما خسرت كل حاجة، وبصت على السلسلة اللي كاليوس اداها وحاولت ترميها، ولكن ما قدرتش، ووقعت على الأرض وهي بتعيط.
بس بعدها قررت تدور عليه في كل مكان علشان ترجع عين التنين، ولكن للأسف لحد دلوقتي مفيش أي أثر ليه. وفي مرة وهي بتدور حست بالجوع لأنها ما كانتش واكلة بقالها كتير، فدخلت مطعم علشان تاكل، وهناك واحد خبط فيها وهو داخل، والغريب إن الناس كلها عارفاه، وبيطلع مغامر مشهور اسمه إدوارد، مسميينه المحارب الوحيد، لأن من قوته النقابة سمحت له يدخل المتاهة لوحده، وده اللي بيخلي كارين تعجب بيه جدا، وبتقرر تمشي وراه من غير ما ياخد باله. بتفضل تطلب حتى نفس الأكل اللي بياكله، ومن كتر الأماكن اللي مشيت وراه فيها بيبدأ ياخد باله منها. وفي مرة واحد سكران بيخبط في أدوارد والسيف بتاعه بيقع، بس كارين بتلحقه قبل ما يقع، وده بيخلي أدوارد يشكرها، وبتكون ديت المرة الأولى والأخيرة اللي اتكلموا فيها، لأن من بعدها هو مشي من المدينة وما شافتوش تاني. بس لسه لحد دلوقتي هي متعلقة بيه لسبب غريب حتى هي مش عارفاه، حتى إنها فضلت تطلب نوع الأكل اللي هو كان بياكله وحبته جدا، وأقصد الأكل يا صديقي. بعدها كارين فلوسها بتخلص وبتضطر تشتغل علشان تجيب فلوس، وراحت علشان تشتغل كمغامرة في النقابة، وده اللي وصلها للحانة اللي فيها نيك وبقية الفريق. بنرجع بعدها للوقت الحاضر، وبنشوف نيك اللي راح يدور على سلسلة جديدة، بس للأسف ملقاش. بيكون خايف بقى إن كارين تبقى زعلانة منه، بس اللي بيحصل إنها بتضحك وبتقوله ما يشغلش باله، لأن من ساعة ما السلسلة ديت اتكسرت وهي حاسة إن قيود الماضي اللي كانت حبساها اتكسرت هي كمان. بيجي الليل بقى وبنشوفهم وهم في الحانة، وكل الموجودين بيهنوهم على الإنجاز بتاعهم، بس فجأة بتدخل عليهم واحدة، وبتطلع دي السكرتيرة بتاعت صاحبة النقابة، وبتطلب منهم هم والحضور لمكتب الرئيسة. وهناك بنتعرف على صاحبة النقابة واللي اسمها أوليفيا، وبتعرف الفريق إن في مهمة جديدة بس خطيرة حبتين، والمهمة إنهم يلاقوا سيف نادر اسمه سيف الروابط، وبما إن المهمة ديت مستواها عالي فهي هتديهم 30,000 عملة، وده لو وافقوا يروحوا حتى لو ما قدروش يجيبوه، بس لو نجحوا يجيبوا السيف مكافأتهم هتبقى كبيرة جدا. وطبعا هنا ناك عينيه بتلمع الفلوس، وبيسأل الباقي عن رأيهم، والكل طبعا بيوافق مدام فيها فلوس. ولكن يا صديقي أحب أقولك إن المهمة ديت هتكون نقطة تحول جذرية للفريق كله بعد كده. مش بيضيعوا وقت، وتاني يوم بيتحركوا فورا على المتاهة اللي السيف موجود فيها، وكلهم بيحاولوا يتخيلوا قد إيه قوة السيف اللي ممكن تعرض حياتهم للخطر. فبيرد نيك إن هو مش مجرد سلاح عادي، لأنه عنده قدرة سحرية قوتها بتتغير على حسب الترابط ما بين أفراد الفريق، وعلشان كده اتسمى بسيف الروابط. والكل بيوافق إن أكيد السيف ده هيبقى مناسب ليهم، لأن بعد اللي هم عدوا بيه بقوا زي العيلة مش مجرد فريق. بعدها بيلاقوا نفسهم في ممر جوه المتاهة، والمكان بيبقى ضلمة، بس الأنوار بتشتغل كل اللي ما يتقدموا، كأن المتاهة حية وبتراقبهم. في اللحظة ديت بنشوف إن في عين بتراقبهم، والشخص بيتكلم وبيقول: وأخيرا مغامرين جداد وصلوا، يا ترى هيعرفوا يوصلوا لي ولا مصيرهم هيبقى زي غيرهم؟ بعدها الفريق بيوصل لمكان مسدود، والحيطة اللي قدامهم عليها مصباح لونه أخضر، ودي حاجة غريبة لأن المعلومات اللي جايه لهم من النقابة إن آخر الطريق هيكون في نور أحمر. أول لما بيلمس نيك المصباح الحيطة بتبدأ تتحرك وبيتفتح أبواب قدامهم، بيلاقوا نفسهم في أوضة ضخمة مليانة صناديق شكلها غريب، وفي نص الأوضة السيف الأسطوري محطوط. بيعرفوا فوراً إن ده هو سيف الروابط. قبل ما يتحركوا تيانا بتستخدم سحر الرصد وبتتأكد إن الدنيا تمام ومفيش أي أعداء قريبين. بيروح نيك علشان يجيب السيف، وأول لما بيمسكوا الأنوار كلها بتشتغل فجأة. صوت غريب بيكلمهم وبيقول لهم بما إنهم قدروا يتخطوا كل الاختبارات يبقى هم يستحقوا قوته، والصدمة إن الصوت ده طالع من السيف نفسه. الكل طبعا بيتفاجئ من اللي شافه، فبيرد عليهم السيف إن هو مش مجرد سيف عادي، لأنه سلاح أسطوري من حضارة تيران القديمة. بس طبعا هم لا بيهتموا لا بحضارة ولا بتيران ولا بأي حاجة، وكل اللي شاغل تفكيرهم إنهم خلاص هيبقوا أغنياء. فبيتصدم السيف وبيقول لهم إنهم ما ينفعوش يبيعوه، لأن لما النقابة حطوه هنا كانت الخطة هي إن اللي هيستحق قوته هو بس اللي هيقدر يوصله. وبيقول لهم إن الفلوس بتروح وتيجي، بس القوة هتفضل معاهم للأبد. وبيقطع كلامهم صوت غريب بيظهر من وراهم وبيفهمهم إن السيف إن نظام الحماية اتفعل، وإن الحارس استيقظ ومش هيقدروا يخرجوا من هنا قبل ما يهزموه.
وبيطلع الحارس ده عبارة عن جولم عملاق مكون من مادة شبه سائلة. فبتتحرك كارين فوراً علشان تهجم عليه، بس مش بتأثر فيه نهائي. ده هو اللي بيهجم عليها بضربة بتكون كفيلة ترميها لآخر القاعة. بعدها بتبدأ تيانا تستخدم سحر الجليد بتاعها وتجمده، بس بيقدر يحرر نفسه بسهولة. بيقول لهم السيف إن الحارس ده مصنوع من جزيئات خاصة، والضربات العادية عمرها ما هتأثر فيه، وعلشان كده بيسألوا إيه الحل؟ فبيرد عليهم السيف إنهم لازم يستخدموه ويعملوا معاه ميثاق، ويختاروا واحد منهم علشان يتحد معاه. نيك بيختار كارين وبيبدأ يفكر فيها، والسيف بيطلب منه يقول كلمة اتحاد، وفعلا بيعمل كده، بس مفيش أي حاجة بتحصل. الجولم بيهجم عليه وبيوقعه جوه الحفرة اللي طلع منها. بيبقى محبوس تحت الصخور ومش قادر يتحرك. بتيجي كارين بقى علشان تساعده، ونيك بيطلب منها تهرب فورا وتاخد الباقي معاها، بس هي بترفض رفض قاطع إنها تسيبه لأنهم فريق ومش هيسيبوا حد وراهم. وفعلا نيك بيقتنع بكلامها، وفي لحظة مؤثرة بتقول إنهم لو كانوا هيموتوا هنا فهي عايزة تشكره لأنه كان سبب في كسر السلسلة بتاعتها اللي كانت بالنسبة لها قيود حبستها في الماضي بتاعها. فجأة سيف الروابط بيبدأ يطلع نور غريب وبيطلب من نيك يقول كلمة اتحاد، ومرة واحدة نور ذهبي بيظهر في المكان. كله بيظهر نيك بشكله الجديد وهو متحد مع كارين، وحرفيا الاتنين بقوا الكل. بيبقى متفاجئ من اللي حصل ومش مصدقين اللي شايفينه قدامهم. وفجأة نيك بيظهر قدام الجولم وبيجمر طاقته كلها في ضربة واحدة. السيف بيقول له يستهدف النواة اللي في صدره لأنها مصدر قوته. ولحظة هجوم نيك بيكون الهجوم قوي جدا وبيخترق جسم الجولم وبيدمر النواة بتاعته. بيخلص عليه تماما، وبعدها نيك بيقع على الأرض من التعب وبينفصل هو وكارين عن بعض. بنشوفهم بعدين وهم في النقابة بيودوا السيف لأوليفيا وبياخدوا المكافأة بتاعتهم، بس بيطلع إن ده سيف مزيف، والسيف الحقيقي بقى عبارة عن طفل صغير اسمه كيزونا، وبيكون رسميا هو العضو الجديد في فرقة الناجون. ومن هنا أحب أقولك يا صديق إن اللي فات كان تسخين، واللي جاي فيه المغامرة الحقيقية، فجهز لي بقى علشان هتستمتع. بنرجع بعدها شوية للماضي بعد ما قررت تيانا إنها تسيب الأكاديمية، وبنشوفها وهي بتودع المعلم بتاعها. بتبقى زعلانة جدا لأن التهمة اللي اتلفقت لها ضرت المعلم هو كمان، وبسببها هو ما قدرش يوصل لرتبة حكيم اللي كان نفسه يوصل لها من زمان. ودي رتبة عالية الساخر يقدر يوصل لها بمرور الوقت لما يعمل إنجازات معينة. بس المعلم بيبتسم وبيهديها وبيقول انت ملكيش ذنب في اللي حصل لأنك اضطريتي، وكمان ده أحسن بالنسبة لها علشان خلاص بقيتي حرة من قيود الأكاديمية. بس بيكمل كلامه وبيقول لها إن الحرية نفسها ممكن تبقى هي القيود اللي بتأيدها، لأن البشر مخلوقات اتحكم عليهم يبقوا مقيدين بأي شكل من الأشكال. وبيسألها سؤال غريب، هل أفعال البشر يستاهلوا عليها العقاب بالهلاك؟ فبتستغرب تيانا من كلامه وبتسأله يقصد إيه، بس هو بيضحك وبيقول لها إن هو بيهزر. تيانا بترد عليه إنها مش عارفة إذا كان بيهزر ولا لأ، بس هي حاسة إن الكلام اللي هو قاله لها مش صح. فبيبدأ المعلم يضحك بطريقة غريبة، وقبل ما إنها تمشي بيقول لها إن هو هيعلمها درس أخير، وبيطلب منها تمشي في الطريق اللي هيعرفها حقيقتها وقدرتها اللي هتقدر توصل لها، لأن دي الحاجة اللي مش هيقدر ياخدها منها. وبيكمل ضحكه بطريقة غريبة تاني وبيقول إن الغريب إنهم لحد دلوقتي قادرين يضحكوا، وده معناه إن الأسوأ لسه ما جاش، ولما هيجي هيخليهم مش قادرين يضحكوا. وفي اللحظة ديت بنرجع للحاضر تاني وبنشوف تيانا وهي بتصحى من النوم وبتتمنى من قرار نفسها إن كل حاجة ترجع على حالها. القديم زي ما كانت، بس الحاجة الغريبة اللي بتحصل إن نيك وكارين وزين بيفكروا في نفس الحاجة في نفس الوقت. بعد شوية بنشوفهم رايحين المهمة الجديدة والفريق داخل متاهة جليدية، والمهمة كانت إنهم يهزموا غول عملاق. وقبل ما يهجموا بيلاحظوا حاجة غريبة، إنهم بقوا قادرين يسمعوا أفكار بعض قبل ما يتكلموا، وبتطلع إن ديت قدرة تخاطر قدروا يكسبوها كلهم من ساعة ما كيزونا انضم للفريق. بيأكد لهم كيزونا إن ده صحيح، وبيعرفهم إن هو مش قوي بس في التخاطر، وبيبدأ يهجم على العملاق. بيفعل مهارة استنساخ وبيطلع منه نسخة تانية. الاتنين بيهجموا على الغول وبيهزموه بسهولة.
الكل طبعا بيبقى مصدوم من قدراته، بس هو بيقول لهم إن هو يقدر يعمل 5 نسخ من نفسه مش واحدة بس، ولكن المشكلة إن ديت ليها آثار جانبية. زي إن هو بيستهلك قوة من باقي الفريق اللي عمل معاهم الرابطة. وفعلا نيك بيحس إن هو بقى أضعف بعد هجوم كيزونا. بيروحوا بعدها علشان ياخدوا الفلوس من النقابة بعد ما خلصوا المهمة بتاعتهم. وبعد شوية بنشوف نيك وكيزونا وكارين خارجين مع بعض ورايحين على مكان علشان ياكلوا فيه. وأول ما بيوصلوا نيك بيتفاجئ لأن المكان ده هو نفسه اللي كان بيتقابل مع حبيبته أليس. بيحاول يمنعهم إنهم يدخلوا بس بيرفضوا وبيضطروا يدخل هو كمان. كارين وكيزونا بيبقوا مستمتعين بالأكل جدا، بس نيك بيبقى متضايق. وفجأة بيسمع صوت مألوف، وأيوة بتطلع أليس موجودة في المكان، قاعدة مع شاب جديد وبيكون جايب لها هدية بترجع له ذكرياته لما كانوا مع بعض في نفس المكان. بيشوفها بعدها وهي بتخدع الشاب وبتقول له إن أمها مريضة وعايزة فلوس علشان تروح لها، بس نيك بيتدخل وبيكشف خدعتها لأنه زمان كان حصل معاه نفس الموقف. أليس بقى بتتفاجئ لما بتشوفه وبتحاول تدافع عن نفسها، بس في الآخر بتحس بالإحراج وبتمشي. والشاب لما بيستوعب إن هو كان بيتخدع بيشكر نيك إن هو ساعده. بعدها بقى بنشوف نيك وهو قاعد مع المجموعة وبيقول لهم على المهمة الجديدة، بس مرة واحدة بيظهر شخص وبيدلق العصير عليه، وبتطلع إن أليس هي اللي جايباه علشان تنتقم منه. وبيكون شخص هجين من عيلة النمور اسمه ليون. بيقول لنيك إن هو جاي علشان ياخد حق أليس وبيطلب منه يجي معاه. وبره بيقول لنيك إن هو هيتحداه في قتال، فبيوافق بطلنا على طلبه وبيجهز علشان المعركة. بس مرة واحدة ليون بينزل على الأرض وبيطلب من نيك يسامحه لأنه عارف إن أليس خدعته. بيبان عليه إن هو طيب، بس بتطلع نيته الحقيقية. وبيكلم نيك وبيقول له أنا عارف إنك عامل الفريق بتاعك علشان تستغلهم، وأنا هساعدك في اللحظة اللي هتخونهم فيها. ولكن مش بيلحق يكمل كلامه وبيلاقي لزقة في وشه. بيحذره يكرر كلامه لأنه مش هيبقى لطيف معاه بعد كده، فبيتعصب ليون وبيحاول يهجم عليه، بس نيك بيتفادى كل هجماته وبيكتفه وبيرميه على الأرض. في اللحظة ديت بيظهر واحد من أتباع ليون وبيضرب نيك في ظهره. بيتحول القتال ل2 ضد 1، بس فجأة بتظهر كارين وباقي المجموعة وبيمسكوا التابع اللي كان مع ليون. وقبل ما الموضوع يقلب فوضى بتظهر أوليفيا رئيسة النقابة وبتأمرهم يوقفوا القتال، ولو كانوا مصرين على القتال فلازم يبقى تحت قواعد النقابة. وفعلا الاتنين بيوافقوا على عرض القتال اللي أوليفيا اقترحته. بنعرف بعدها ان القتال اللي هيحصل ده نزل رسم النقابة بتعمله علشان تمنع الفوضى ما بين المغامرين، بس القواعد بتاعته بتبقى غريبة شوية لان كل فريق هيختار مقاتل واحد، ومع المقاتل ده شخص كمان في حل المسائل الحسابية. ايوه، مسائل حسابية ورياضيات، وكل مسألة الشخص ده هيقدر يحلها صح هياخدوا نقطة، ولو قدر يجمع 10 نقط قبل الفريق التاني المقاتل من فريقه هيقدر يوجه ضربة للخصم بتاعه. وطبعا الاتنين اللي هيتقتلوا هم نيك وليون، والاتنين اللي هيحلوا المسائل هم أليس وكارين. وبيكون الاختيار ده عن طريق القرعة، بس للأسف بتبقى كارين ضعيفة جدا في الحساب، فبيقرر الفريق انهم يساعدوها قبل النزال تطور من قدراتها في الحساب. زين عمل لها امتحان علشان يعرف مستواها، بس النتائج كانت كارثية، درجاتها بتبقى وحشة جدا، وعلى الرغم من كده بتكمل وبتذاكر علشان تقدر تقدم أي حاجة. وبيعدي الوقت وبعدها بيجي وقت النزال. في البداية هيبدأ القتال ما بين نيك وليون عادي جدا لحد ما أول 10 نقط تتجمع، وفعلا نيك هو اللي بيهجم، بس بيلاحظ حاجة غريبة، وهي إن ليون مش بيقاتل، بيفضل يتفادى الضربات وباين إن هو بيضيع وقت، وبيعرف هنا إنهم بيخططوا الحاجة. وعلى الناحية التانية كارين بتبدأ تحل المسائل بسرعة، والأسئلة اللي في البداية كانت سهلة فبتخلص أسرع من أليس وبترفع إيديها، ولكن المفاجأة إن أليس جابت نتيجة أعلى منها، وده بيخلي ليون يضرب أول ضربة، بس نيك بيقدر يستحملها. وفي نفس الوقت تيانا بتروح علشان تدور على أي دليل وتعرف إذا كان في أي خدعة أو خطة فريق ليون عاملها، ولكن مش بتلاقي أي حاجة. زين بقى بيحاول يحلل اللي بيحصل وبيستنتج إن فريق ليون مستني الجولة التانية علشان الأسئلة هتبقى أصعب، وفي الوقت ده كارين مش هتقدر تحل حاجة. وفعلا الجولة التانية بتبدأ، وللأسف برضو كارين بتجيب درجة أقل. نيك بيتوجه له الضربة التانية، وفي اللحظة ديت تيانا بتفكر في فكرة غريبة وبتروح لأوليفيا رئيسة النقابة وبتسألها إذا كان ينفع يخلوا كل الأسئلة في جولة واحدة بس، فبترد أوليفيا إن ديت فكرة مجنونة لأن كده الشخص الخسران هيضطر ياخد كل الضربات مرة واحدة. فبترد تيانا إن مفيش مشكلة لأن نيك أكيد هيقدر يستحمل، وبتكون ناوية إنها تحط فريق ليون تحت الضغط، وبكده هيستخدموا كل أوراقهم وتعرف الخدعة فين بالظبط. وبيبان في اللحظة ديت إيه هي خطتهم، وبنشوف بقى العضو الثالث في فريق ليون مستخبي في برج بعيد وبيستخدم حجر سحري عنده قدرة
قدرة على التخاطر، ومن خلاله بيحل الأسئلة وبيبعتها لآليس. وأول ما بيبدأ يستخدم الحجر السحري، تيانا بتحس بالسحر اللي في الحجر وبتكتشف مكانه، وبتاخد كيزونا وزين وبيتحركوا ناحية البرج. على الناحية التانية بتبقى كارين بتحل، وبتبقى زعلانة لأنها حاسة إن نيك هيخسر بسببها، مش بتستسلم وبتعمل أقصى حاجة عندها. أما آليس فبتبدأ تتلخبط في الحل علشان الأسئلة بدأت تبقى أصعب، وبتقول فيه نفسها إن ديت هتبقى آخر مرة هتخدع فيها الناس، ومن بعدها هتسيب فريق ليون وهتعيش حياة هادية. بس في اللحظة ديت الاتصال اللي ما بينها وما بين الشخص اللي في البرج بيتقطع، وبنعرف إن تيانا وصلت أخيرا للبرج وقبضت عليه. بعدها بياخدوه وبيرجعوه لساحة القتال وبيسلموه هناك لأوليفيا. تيانا بتوري لها حجر التخاطر وبتكشف خطتهم. بتروح أوليفيا تسأل أليس إذا كان معاها حجر هي كمان، وفعلا بيطلع معاها حجر، فبتأمر الحراس يقبضوا عليها بتهمة الغش والزوف. بتبدأ تنهار وتعيط، بتقول إن كل ده بس لمجرد إنها كانت عايزة تعيش حياة كويسة. وبنشوف ذكرياتها لما كانت صغيرة، وبنعرف إن أهلها اتطردوا من شغلهم وبقوا فقراء، ومن شدة فقرهم كانوا هيبيعوها. بس هي جات لها فكرة وبدأت تكسب فلوس عن طريق إنها تخدع الناس لحد ما وصلت لأليس اللي احنا عارفينها. بس هي من جواها عمرها ما كانت عايزة تبقى كده، ولكن للأسف حصل اللي حصل. بنرجع بقى للوقت الحالي، وتيانا بتروح لأليس وبتقول لها إن مش غلط إنك تبقي سيئة من البداية، بس الغلط إنك تفضلي مكملة في طريق الشر، وهتبقى ديت أكيد فرصة جديدة ليها علشان تبدأ حياتها من جديد. بيروح الفريق بقى عليه علشان يحتفلوا بالانتصار بتاعهم، ونيك بيشكر كارين على اللي عملته والجهد اللي بذلته علشان الفريق، وده كله بالرغم من صعوبته عليها. وفي اللحظة ديت بنشوف إن في شخص بيراقبهم من بعيد، بس مش بنعرف هو مين بالظبط. في مكان تاني بنشوف ليون وهو محبوس وبيرجع بذكرياته للماضي. بنعرف إن هو زمان كان واحد من أعضاء فريق اسمه النمور الفضية، وكمان قائد الفريق ده كان أخوه الكبير سيد. سيد كان شخص ذكي جدا وعنده مهارة عالية في التخطيط، وكل خطوة بيعملها كانت محسوبة. وفي مرة من المرات دخلوا متاهة اسمها جحيم القمر، واللي معروف عنها صعوبتها الشديدة وقد إيه ناس كتيرة ماتت وهم بيحاولوا يوصلوا لها. بس في الآخر قدر فريق النمور الفضية يوصلوا للكنز المخفي اللي جواها، واللي طلع زي ما الشائعات قالت غالي جدا وقيمته كبيرة. بس بعدها بفترة اتفاجئ ليون بأخوه الكبير وهو مقتول، وبيكون مفكر إن البشر اللي معاهم هم اللي قتلوه، فبيقرر من ساعتها إن هو هيحتقر البشر ومش هيثق فيهم مهما حصل. بعدها بنرجع للحاضر وهو في الزنزانة بتاعته، وبيدخل عليه واحد من الحراس بيوجه له سيف وبيسأله عن مكان كنز جحيم القمر، وبيقول له أنا عارف إن هو موجود معاك، علشان كده مفيش فايدة من الإنكار. بيضحك ليون على كلامه وبيقول له إنه كان أحسن ما يبقاش عارف، لأنه كان هيقدر يزود يوم في عمره. وفي اللحظة ديت بيستدعي الكنزو اللي بيطلع سلاح اسمه سيف الدمار، والسقف بيتكسر والسيف بيوصل لإيد ليون. مش بنشوف اللي حصل، وبنروح لنيك وبنشوفه قاعد مع كيزونا وتيانا في كازينو وبيلعبوا قمار. اللحظة ديت بيوصل ليهم قدام الكازينو، وبس بيبقى شكله متغير وبيكون عايز حاجة واحدة بس، أيوة هو عاوز يقضي على نيك اللي خلاه يتحبس. وبيبدأ يهجم على المكان والناس كلها بتهرب من قدامه. وفجأة تيانا بتظهر، بتعرف من طريقة كلام الوحش اللي قدامها إن ده هو نفسه ليون اللي واجهوه قبل كده. بتكون عايزة تقاتل علشان تحمي الناس الموجودين، بس للأسف من شروط المكان إنهم يسلموا أسلحتهم قبل ما يدخلوا. ليون بقى بيسألها عن مكان نيك وبيهددها إنها لو ما قالتلوش هيخلص عليها، ولكن بتقرر تيانا لإنها ما تردش عليه. وهنا بتيجي ليون فكرة وبياخدها رهينة. بيسألها عن السبب اللي خلاها تعمل كده، وبيقول في باله إن هو لو خد حد من صحاب نيك أكيد هيجي بنفسه علشان ينقذه. بتبدأ تيانا تضحك وبتقوله لا للأسف انت غلطان، لأن لما كونوا الفريق اشترطوا إن محدش فيهم يثق في التاني، وعلاقتهم مش قوية لدرجة إن هو ممكن يضحي بحياته علشانها. الكلام ده بيفاجئ ليون، والبنت على طول بتستغل لحظة التشتت بتاعته وبتهاجمه بالولاعة اللي في ايديها، وبتطلع ان ديت سلاح كان المعلم بتاعها هو اللي عمله، واللي بتطلع منها ضربة قوية بتخلي ليون يغمى عليه. وبتبدأ تيانا تهلب، بس للأسف بيفوق بسرعة وبيلحقها. وبتشوف تيانا ان كل الجروح اللي عليه اتشافت بسرعة، وبتحاول تاني تقوله ان هو مش هيستفيد حاجة لو جه وراها لان نيك مش هيجي. فبيبدأ ليون يصدقها وبيعرف انها مش بتكذب. بس في اللحظة ديت بيتحكم فيه سيف الدمار وبيقوله بما انها ملهاش ذنب يبقى هتموت. بيهجم عليها، بس في اللحظة الأخيرة بيظهر نيك وبيصد هجومه، وبيعرف من تيانا إن اللي قدامهم هو ليون بس مش على طبيعته. في اللحظة ديت
سيف الدمار بيكلم ليون وبيعرفه إن هو حاسس إن في سيف تاني هنا من نفس نوعه، وبيطلع قصده على سيف الروابط كيزونا. بيرد عليه كيزونا إذا كان اكتشف أخيراً إن هو موجود، فبيتعصب سيف الدمار جدا وبيقول له إن هو هيخلص عليه. بيكلم ليون بقى وبيعرفه إن هو هيديله قوته الكاملة، ومرة واحدة شعاع ضغط بيظهر وليون جسمه بيبقى أضخم، باين عليه إن هو ده أقوى بكتير. تيانا بتنادي على نيك وبتعرفه إنهم لازم يستخدموا الاتحاد لأنه أكيد مش هيقدر يواجهه لوحده. كيزونا بيأكد على كلامها وفعلا نيك بيستخدم القوة. نور ضخم بيظهر في المكان، بيظهر المحارب الجديد بشعره الطويل الأصفر وكيزونا في هيئته الجديدة. سلاح نيك بيقدر يستخدمه بحرية، وكمان بيقدر يستخدم القوة السحرية بتاعت تيانا، وبيحاصر ليون بجدار جليدي، بس للأسف بيحطمه بسهولة وبيروح يهجم على نيك، ولكن ده بيكون سيف الدمار جواه. ليون بيسأل نفسه هو ليه بيعمل كده، عايز يتراجع، بس السيف بيكلمه وبيقوله إن قمة المتعة في العالم إنك تبقى أقوى من كل الناس، تشوف نظرة الخوف في عينهم وهم بيهربوا منك. في اللحظة ديت نيك بيعمل جدار جليدي ضخم وبيخلي فيه أشواك تخترق جسم ليون وتثبته مكانه. على الناحية التانية ليون بيحاول يقاوم سيطرة السيف، بس السيف بيقوله إن ديت حقيقته لازم يتقبلها، وعلشان كده هو قدر ياخده من المتاهة. بيرد ليون إن كل اللي هو عاوز يبقى زي أخوه بس، وبيصرخ وبيقول إن مش حقيقته إن هو وحش بشع، ومن قرارة نفسه بيتمنى إن حد يجي ينقذه، بس للأسف بيفقد السيطرة وسيف بيتحكم فيه. بينجح إن هو يكسر الجدار الجليدي. اللحظة ديت بيظهر نيك قدامه وبيحول المكان كامل لبطاقات لعب، واللي بتطلع عليها طاقة مضادة للسحر علشان تمنع الغش في المكان، وفعلا بتنجح إنها تكبح قوة سيف الدمار. ونيك بيحوطه في درع جليدي وبيحبسه جواه، ومع تجمد السيف ليون بيرجع لطبيعته من تاني. بعد ما الوضع بيهدى نيك بيمشي من المكان والجنود بييجوا وبياخدوا ليون للسجن. بنشوفه بعدها وهو قاعد بيلوم نفسه على كل اللي حصل، بس حارس السجن بييجوا بيعرفوا إن في حد جاي يزوره، وبيطلع نيك واللي بيكون جاي علشان يقوله إن المكان اتضرر بس لحسن الحظ مفيش حد اتأذى، وكمان السيف اتختم، وهو ما قالش لحد حاجة على موضوع السيف، وما يقلقش يعني الموضوع سر ما بينهم. هما الاتنين وبعدها بيودعوا وبيمشي. بيعدي دلوقتي وبنشوف كيزونا وهو قاعد بيقرأ في واحدة من المجلات، والمجلة ديت كانت بتتكلم عن أسطورة مشهورة اسمها رجل القافر، والإشاعات بتقول إن هو شبح بيظهر بالليل وبيخطف الأطفال وبيختفي بعدها من غير ما يسيب وراه أي أثر. نيك بقى بيسخر منه وبيقوله إن دي مجلة للأطفال وأكيد اللي فيها مش حقيقي. الكلام ده مش بيعجب كيزونا وبيروح يتخانق معاه. في اللحظة ديت بتكون في بنت شعرها أخضر ماشية من قدام المكان وبتسمع كلام كيزونا عن الشبح. البنت ديت بتتحمس جدا وبتسأله إذا كان بيتكلم عن الرجل القافر، فبتدخل البنت وبتعرفهم بنفسها وإن اسمها رين، وهي واحدة من المغامرين وكمان كاتبة في نفس المجلة اللي كان كيزونا بيقرأ فيها. كيزونا بقى بيفرح جدا وبيقول لها إن هو معجب بالقصص اللي بتنشرها رين. هي كمان بتفرح وبتتحمس، بس مرة واحدة بتقع الغلط على كارين. كارين بقى بتحس بحاجة غريبة وبتقول في نفسها إن رين تقيلة بشكل مش طبيعي، فرين بتقوم بسرعة وبتعتذر لها وبتكمل كلامها إنها بتدور دايما على الأحداث الغريبة، ولما بتحس إن في حاجة مش طبيعية بتكون أول واحدة تدور فيها. بالليل بقى بنشوف زين ماشي في شارع ضيق وهو سكران، ومرة واحدة بيشوف بنت صغيرة قدامه وبيستغرب هي ليه موجودة لوحدها. فجأة حاجة غريبة بتظهر وبتخطف البنت. وعلى الناحية التانية نيك وكيزونا راجعين من حفلة. كيزونا مرة واحدة بيحس بالخطر، وبتكون ديت قدرته في التخاطر مع الفريق، وبيقول للنيك إن زين حياته في خطر، فبيروح له بأقصى سرعة. ولما بيوصلوا له بيلاقوه في واحد من الشوارع وفي شخص بيهاجمه. الشخص ده مش واضح وبيستخدم تقنية بتخليه مختفي فيه، ولكن مرة واحدة بيتفاجئ لما كيزونا بيهجم عليه بالسيف وبيتصدم إزاي قادر يشوفه. كيزونا ما بيستناش كتير وبيستخدم تقنية النسخ بتاعته وبيحاول يمسكه، لكن في ثانية الشخص الخفي بينط في الهواء بالسلاسل وبيختفي من المكان. بعدها زين بيطمن البنت وبيكون قدر يحميها من الخاطف، وبنعرف إن اسمها لينا. بياخدها وبيروحوا عند واحدة من أصدقاء زين وبيسألوها عن اللي كانت بتعمله في الشارع في وقت زي ده. لينا بترد وهي بتعيط إن اللي هاجمها هو الرجل القافر، وبتعرفهم إن أمها كانت دايما بتحذر الناس منه، وفي مرة حاولت تدور وراه بس هاجمها وهي دلوقتي في المستشفى. زين بيطمنها إنهم مصدقينها وهيعملوا كل اللي عندهم علشان يمسكوه. تاني يوم الفريق بقى بيروح للنقابة في مدينة تانية، واللي بتكون مقر لصيادين المكافآت. هناك بيطلبوا معلومات عن الرجل القافر، بس الموظفة بترفض
بتقول لازم الأول ياخدوا مهمة من عندهم. بتديهم المهمة وهي القبض على مجرم اسمه هيل، وبتقول لهم إن المهمة مش سهلة لأنه دايما بيهرب قبل ما حد يمسكه. في نفس الوقت واحد من الصيادين الموجودين بيستهزئ بيهم، ولكن تيانا ما بتسكتش وبتعرض عليه رهان، لو قدروا يمسكوا هيل هيكسبوا 50,000. الصياد بيتفاجئ من المبلغ بس بيوافق. الفريق بقى بيروح بعد كده لمكان زي خرابة، والناس هناك عايشين في بؤس مرض وجوع. بيوصلوا عند حارس البوابة وبيحاولوا ياخدوا منه معلومات بس ما بيفيدهمش بحاجة، وقبل ما بيمشوا بيحذرهم من شخص اسمه ملغى، وأول ما بيدخلوا عصابة من الطرق بيطلعوا عليهم وبيهددوهم، ولكن الفريق بيهجم عليهم وبيهزموهم. بعدها بيسألوا القائد بتاع العصابة عن مكان هيل، فبيقول لهم إن هو جوه واحدة من الغرف، وقبل ما بيمشوا زين بيديله دواء كمساعدة، وبيدخلوا المكان والحالة جواه بتكون أصعب بكتير. كيزونا بيعرف الأوضة اللي فيها هيل، وأول لما بيفتحوا الباب بيلاقوه، لكن هيل بيكون حاسس بيهم وبيهرب من الشباك، ومرة واحدة بيلاقي كيزونا في وشه وبيقدروا يكتفوه وياخدوه معاهم. قبل ما يخرجوا شخص بيكلمهم وبيقول انتوا واخدين المريض بتاعي على فين؟ وبيطلع ان ملغى كاهن كرس حياته لعلاج الناس اللي في المكان. بيقول لهم انه اتفق مع الكل ان محدش يقرب من مرضاه، وبيكون رافض انهم ياخدوا هيل، لكن لما بيسمع عن جريمة بيوافق يتحاسب. بعدها كيزونا بيسأله إذا كان يعرف حاجة عن الرجل القافر، وملغى بيرد إن كل اللي يعرفه معلومات سطحية زي إنه أسطورة بتخطف الأطفال. في اللحظة ديت هيل بيتدخل وبيقول إنه شاف صحفية كانت بتوزع حلويات على الأطفال علشان تستجوبهم. الفريق بعدها بقى بيروح يسلموه للنقابة، وبكده تيانا بتكون كسبت الرهان وبتاخد الفلوس من الراجل، وبحركة جدعانة منها بتعزم كل الناس في المكان على حسابها. تاني يوم بقى موظفة النقابة بتسلمهم المعلومات عن الرجل القافر، لكن بيستغربوا من اللي مكتوب زي شهادات بتقول إنه شخص طيب بيساعد الناس، وإنه في مرة ساعد شخص كبير بيصلح سقف في بيته. نيك بقى بيكلم الموظفة وبيقول لها إن دي مش ديت المعلومات اللي بيدوروا عليها، فبتقول له إن عندها حاجة ممكن تفيده وبتشاور له يبص لتحت، وبيلاقي رين الصحفية مع لينا وهي بتدي حلويات للينا، فبيشكوا إنها ممكن تكون الرجل القافر. كارين بقى بتقول إنها في اليوم اللي قبلوه حست بتقل مش طبيعي في جسمها. في اللحظة ديت نيك بيؤمر إنهم يقفلوا المخارج كويس وهو يروح عندها. أول لما بيوصل بيسألها عن المكان اللي كانت فيه امبارح، هي بتحاول تتهرب من السؤال، ونيك بيسألها بصراحة إذا كانت هي الرجل القافر. ومرة واحدة رين بتكسر الترابيزة وبتنط تكسر السقف وبتهرب. في اللحظة ديت نيك شكوكه بتتأكد إن رين هي فعلا نفسها الرجل القافر. بيتجمع بعدها الفريق وبيتناقشوا على اللي هيعملوه، وفي الوقت ده بتدخل عليهم واحدة ماشية على عكاز وباين إنها متصابة، وبتطلع ديت لينا. المفاجأة الأكبر إن نيك بيبقى عارفها وبيطلع اسمها إيدا، وبتبقى واحدة من المغامرين المشهورين من الرتبة إيه، وكانت زمان ضمن فرقة مشهورة اسمها سيف الذهبي ولقبها هو إيدو الساقية. بتضحك وبتقول إنها من زمان ما سمعتش الاسم ده، وبتتفاجئ كارين إنها كانت في نفس الفريق اللي كان فيه إدوارد. بتقول لها إيه ده؟ أنا سمعت دلوقتي إن هو وصل للرتب إس. بتشكرهم بعدها على إنقاذهم لبنتها لينا، وفي اللحظة ديت بتقول لينا إنها عايزة تبقى تلميذة عند نيك، وطبعا هو بيرفض علشان اللي حصل معاه زمان، لأن من ساعتها وهو بيتخاف يتعامل مع أي بنت صغيرة. وبيقول لها أنت ممكن تطلبي مني تاني الطلب ده بس بعد ما يبقى عندك 25 سنة مثلا ولا حاجة. بعدين إيدا بتفتح موضوع الرجل القافر وبتقول لهم إنهم لازم ينسوا الموضوع لأن الشخص ده قوي جدا وبقدرتهم الحالية مش هيعرفوا يهزموه. فبيرد نيك إن هو بيحترم كلامها لكن هي ما عندهاش السلطة تأمرهم، وإذا كانت فعلا رين هي الرجل القافر فهو عايز يحاسبها علشان خطفها للأطفال. فبتضحك إيدا من كلامه وبتعرفه إن هي اللي طلعت لإشاعة خطف الأطفال بنفسها، وده فعلا لأنها عايزة المغامرين يدوروا بنفسهم على الرجل القافر، لأنها حاولت تطلب ده من فرسان المملكة بس للأسف هم مشغولين في قضايا أكبر من دي. ولما حاولت هي تحل الموضوع اكتشفت قوة الرجل القافر فانسحبت فورا. وعلى الرغم من تحذيراتها نيك بيفضل مصر على قراره وكمان بيطلب منها المساعدة، ومع إصراره بتضطر إنها توافق على طلبه، وبتجهز لهم شراب سحري خاص لكل واحد فيهم، وبتعرفهم إن الشراب ده هيقوي الطاقة السحرية بتاعتهم وكمان هيكشف إمكانياتهم الحقيقية، وبتديلهم في البداية أداة بتقيس قوتهم السحرية. وأول واحدة بتجربها هي كارين بس بتبقى متوترة ومش عارفة تستخدمها. بعدها نيك بيستخدمها وبيطلع شعلة نار بسيطة. إيدا بتعمل كرة نارية كبيرة وبتقوله إن مع التدريب مستواها يوصل للمرحلة دي. بعدين بتخليه يتدرب على المشي فوق حبل رفيع علشان تزود الخفة بتاعته والتوازن في القتال. في نفس اليوم بالليل بتكون في بنت صغيرة ماشية لوحدها في الشارع، ومرة واحدة بيظهر الرجل القافر وهو متخفي وبيخطفها، بس فيرنا بيتدخل في الوقت المناسب وبيقدروا ينقذوا البنت.
ونيك بقى بيسأل الشخص اللي قدامه إذا كانت هي رين، بس مش بترد عليه، وبيستخدم سحر قوي وبيقدر يهرب بعدها. كيزونا بيقول له إن هو استخدم سحر هجوم وسرعة وكمان سحر وهم، وده كله في نفس الوقت، وأكيد هو بيستخدم أدوات أثرية. فبتقول تيانا إن في شخص يعرف في الأدوات دي كويس، وبيطلع قصدها على ليون. وفعلا نيك بيروح له وبيطلب منه المساعدة، وبيسأله إذا كان في أداة سحرية تقدر تخلي الشخص يختفي. فبيرد ليون إن في أداة اسمها جوهر الوهم تقدر تعمل كده فعلا، وفي شروط علشان يقدروا يلغوا التأثير بتاعها، والشرط إن هو ينطق اسم الشخص اللي قدامه والوهم هينكشف عنه، بس لازم يكون الاسم صح. في اللحظة ديت بيكتشف نيك إن لين بريئة لأنه نطق اسمها، بس السحر ما اتلغاش. تاني يوم بقى بنشوف نيك وهو بيتدرب، ومهاراته في التوازن بقت أفضل بكتير. بيجي بعدها زين وبيقول لهم إنهم لازم يكملوا ويدوروا في الأدلة، فبيروحوا للحارس اللي موجود عند الخرابة، وبيعرفوا منه إن في شخص بيرمي جثث أطفال هنا، بس بتبقى مشوهة لدرجة إنك مش بتبقى عارف تحدد إذا كانت ولد ولا بنت. وبعدها بياخدوا منه المعلومات وبيمشوا، بس مرة واحدة بيكلمهم كيزونا بالتخاطب وبيعرفهم إن في شخص بيراقبهم، وبنعرف إن رين هي اللي ماشية وراهم، وفجأة بتهجم على نيك، بس هو بيقدر يتصدى لضربتها بسهولة. وبتتفاجئ رين إن نيك جسمه خفيف، بتشك إن هو ممكن يبقى الرجل القافر. في اللحظة ديت بيتدخل كيزونا وهو بيستخدم مهارة النسخ، بس الغريب إن رين بتستخدمها هي كمان. بيقفوا بعدها كلهم علشان يفهموا الوضع اللي بيحصل، وبيسألها نيك إذا كانت هي الرجل القافر، فبتنكر رين ده لأنها نفسها بتدور عليه، وبتكون شاكة أصلا في نيك. بيسألها نيك بقى عن مهارة الاستنساخ بتاعتها، بس هي مش بترد عليه، وبيعرفهم كيزونا إن ده سحر قديم مش أي حد يعرف يستخدمه، بس بيتجاهلوا الموضوع للوقت الحالي، وبيعرفوا إنهم علشان يوصلوا للرجل القافر الحقيقي لازم يتحدوا. بعدها بتاخدهم رين لمكان فيه تابوت، وأول لما بيفتحوه بيلاقوا فيه جثة بنت صغيرة، بس الغريب إن ملامحها مش واضحة، وبيطلع إن ده بسبب جزء من حجر الوهم محطوط تحت ظهرها. وأول لما بيشيلوه ملامحها الحقيقية بتظهر، وبيبان إن فيه حروق غريبة على إيديها. زين بيروح يفتح عينيها وبيعرف إن عندها مرض اسمه الشيطان الأصفر، وبتقول لهم رين إن البنت ديت كانت مفقودة بقالها شهر، وأهلها اتأخروا يوم كامل في الإبلاغ فرسان المملكة لحد ما لقيوا جثتها في الخرابة. ساعتها استنتجوا إن الرجل القافر ليه علاقة بالخرابة، وبيقول لهم نيك كمان إن هو وصل لهويته الحقيقية، والمرة دي هتكون نهايته، هيقدر يوقفه. بعدها بنشوف الرجل القافر وهو بيتحرك فوق المباني، بس مرة واحدة بيظهر نيك وبيهجم عليه من ظهره وبيقدر يوقفه. وبيسأله الرجل القافر إذا كان بيستخدم تعويذة الحركة، بيقول له إنها كويسة لكن لسه مش مكتملة. نيك بقى مش بيرد عليه، وبيسأله عن سبب اللي بيعمله وليه يكمل في خطف الأطفال، فبيرد عليه إنه شخص متطفل وملوش حق يسأله اللي هو بيعمله. نيك بقى بيهجم عليه وبيقول له ما تقلقش لأنه خلاص عرف الحقيقة، وأكيد يعني مش صدفة موضوع خطف الأطفال، وبينطق اسمه ملغو. وفعلا بيطلع هو وسحر الوهم بيتشال ووش ملغو بيظهر. بيتفاجئ بقى وبيسأل هو ازاي قدر يعرف الحقيقة، فبيرد نيك إن الجثة اللي لقوها كان عليها آثار لمرض اسمه الشيطان الأصفر. الشيطان الأصفر. وزين أكد له إن كان في حد بيحاول يعالج المرض ده، وده مش بيسيب غير احتمال واحد بس، وهو أنت يا سيد ملغى. فبيتصدم ملغى من المعلومات اللي نيك عارفها، وبيقول له إن هو عارف أكتر من اللازم، علشان كده لازم تموت. بيبدأ القتال ما بينهم، بس ملغى بيقدر يتفادى كل ضربات نيك، بيصد هجماته بسهولة، وبيفكر كده إن هو خلاص فهم كل حركاته. ولكن مرة واحدة نيك بينط في الهواء وبيعزز القوة في رجليه وبينزل عليه بيها، وده اللي بيخلي السقف اللي واقفين عليه يتكسر. بتطلع إن ديت كانت خطة نيك من البداية، لأن كل الفريق جوه المبنى وملغى حاليا بقى متحاصر في النص. بيجي زين بقى وهو متعصب وبيسأله عن سبب نشره المرض قاتل زي ده وكمان قتله للأطفال. فبيبدأ ملغى يحكي الحقيقة، وهي إن بنته ماتت بسبب المرض ده، واللي معروف عند الناس إن هو مرض جنسي، علشان كده اتنشرت الشائعات القذرة في حق بنته حتى وهي ميتة. بس الحقيقة إنها اتصابت لما كانت بتحاول تساعد مريض، واللي حصل إنها لمست دمه فتعدت منه. وبيكون ده سبب حقد ملغى على البشر، لأنهم ما رحموش بنته حتى وهي ميتة، وعلشان كده هو قرر إنه مش هيخلي موتها يضيع من غير فايدة، وكان عاوز يلاقي علاج للمرض بأي طريقة حتى لو كان هيضحي ببعض الأطفال. زين بقى لما بيسمعه بيتعصب عليه وبيقول له إن ده مش مبرر، لأن حتى الأطفال اللي هو قتلهم ليهم عائلات زعلوا عليهم زي ما هو زعل على بنته بالظبط. في اللحظة ديت كيزونا بيحس إن في شخص قوي قرب منهم وبيحذر الكل، ومرة واحدة شعاع بيخترق الحيطة وبيوصل لملغى وبيقدر يصيبه.
بيدخل شخص لابس درع غريب مغطي جسمه بالكامل. بيخاف ملغى أول لما بيشوفه وبيسأله عن السبب اللي خلاه يجي لهنا، وبنعرف إن اسمه وايت، وبيرد عليه إن هو جاي بس علشان ما يخليهوش يتكلم أكتر من كده. بيسأله كمان عن السبب اللي خلاه يتهاون في إخفاء نفسه، وإذا كان فعلا عاوز يتقبض عليه علشان يكفر عن أخطائه. زين بيحاول يتدخل علشان ينقذ ملغى، لكن وايد بيوجه له ضربة سحرية بتطيره لبعيد، وبيكون نيته إن هو يخلص على كل اللي موجودين هنا. كارين وتيانا بيحاولوا يهاجموه كمان، بس مرة واحدة بيختفي وبيظهر من وراهم، بيقدر يهزمهم هما الاتنين بضربة واحدة. زين بقى بيقوم وبيحاول يرجع عشان ينقذ ملغى، لكن ملغى بيطلب منه يسيبه وبيروح يساعد أصحابه يهربوا من هنا بسرعة. في اللحظة ديت نيك بيكلم زين بالتخاطر وبيقول له إن الحل الوحيد دلوقتي هو الاتحاد. وفجأة رين بتقول له إنها هتشتت انتباهه وبتروح تهاجمه. بتتعرف رين على الأدوات السحرية ومظهره، وبتقول أنت أكيد القناع الأبيض، وايت مورد الأسلحة لجيش الشياطين. فبيسألها وايت هي مين وإزاي عرفت. كل المعلومات دي بتضحك رين وبتقوله إنها مجرد صحفية عادية وكانت معدية من هنا بالصدفة. فبيرد عليها وايت إن معرفتها دي هتوديها لقبرها، وبيهجم عليها بالسيف، بس رين بتقدر تصده وتتحرك لورا، وفي ثانية بتوجه له ضربة قوية جدا بتخلي القناع بتاعه يتكسر، لكن بعدها بيبدأ يتصلح تاني. وبتقول إن ده أثر قديم وأكيد الهجوم مش هيكون كافي عليه. في نفس الوقت زين ونيك بيستخدموا الاتحاد وبيظهر الكاهن المحارب. بيتفاجئ وايت من اللي شايفه وبيقول إن دي قدرة سيف الروابط الأسطوري اللي اختفى من الحرب القديمة. بيستخدم قوته وبيحبس رين في مجال سحري، والضغط اللي جوه المجال بيبقى صعب جدا عليها إنها تستحمله، بس هو بيسيبها وبيهجم على نيك. ونيك بيقرر استخدام الصور علشان يشتت انتباهه ويتحرك بسرعة خارقة، وده فعلا بيخلي انتباه وايت يتشتت، والمجال اللي على رين قوته بتقل فبتقدر تحرر نفسها منه. بتحاول تهجم عليه من ظهره بس هو بيتفاداها، وفي لحظة بيمسك نيك وبيقوله إن اللعبة خلاص خلصت، لكن نيك بيضحك وبيقوله إن لسه فيها بقية. بيقدر يثبته. في الوقت ده كيزونا بيجي من وراه وبيسيبه مباشرة في راسه. ده بيخلي وايت متحمس جدا لأنه ما حسش بالمتعة دي في القتال من زمان، ولكن للأسف بيقول إنه هيضطر يودعهم دلوقتي وهيسيب لهم هدية صغيرة. وفي لحظة بيختفي من المكان، لكنه بيسيب لهم قنبلة. القنبلة بتنفجر وبتدمر كل حاجة ومحدش فاهم اللي حصل. بعد ما الدنيا بتهدى بقى بيروح زين علشان يطمن على ملغى، ولكن للأسف حالته بتكون خطيرة جدا. بيطلب منهم يهربوا. نيك بقى بياخد زين قبل ما المكان ينهار على ملغى وهو مش قادر يتحرك. زين بيبقى زعلان جدا عليه، ولكن كارين بتقوله ما يزعلش لأنه عمل اللي عليه، وبيكونوا كده أخيرا خلصوا على الرجل القافر. لكن رين بتقوله ما يفرحش لأن دي لسه البداية، وظهور وايت معناه إن الشياطين بيتحركوا، الحرب على الأبواب، ولو حد فيهم استخدم حاجة من الأسلحة المحرمة محدش عارف مصير البشرية هيبقى إيه. فبيستغرب نيك من كل المعلومات اللي عندها وبيسألها عن هويتها الحقيقية. بتحاول تتهرب من السؤال ده في البداية، لكن بعدها بتقول لهم الحقيقة، وإنها تعتبر زي سيف الروابط كده، لكن المختلف إنها اتعملت علشان تبقى برنامج مضاد لمحاربة الشياطين، واسمها هو سيف الحرب. بتعدي بعدها فترة على حادثة ملغى، وبنشوف زين رايح الخرابة، وبنعرف إن هو أخد مكان ملغى وبدأ يعالج الناس الموجودين هناك. وفي مرة من المرات وهو هناك بيجي كيزونا وبيقول له بما إنه بيشتغل في مكان خطير زي ده فهو هيفضل موجود علشان يحميه. بعدها بنشوف كارين وهي ماشية في السوق وبتاخد بالها من طفلة صغيرة واقفة مع نفس البياع اللي نصب عليها من زمان وبيحاول ينصب على البنت الصغيرة، بس كارين بتدخل وبتديله على دماغه. بتسمع بعدها صوت حد بينادي عليها وبيطلع نيك هو وباقي الفريق وبيقول لها إنهم رايحين على مهرجان وجايين علشان ياخدوها معاهم. وهم في طريقهم في لحظة في حاجة جاية عليهم بسرعة، وبتطلع ديرين المجنونة وبتوزع أوراق في كل مكان وبتقول إن في أخبار مهمة. ولما بتوصل لهم بتقول إنها عرفت معلومات خطيرة جدا،
وإن في شيطان أسطوري هيتم استدعائه قريب. فبيرد عليها إن الكلمة ديت أكيد واحدة من الكذبات بتاعتها علشان تزود مبيعات المجلة، بس هي بتأكد له إن الموضوع بجد، لأن القناع الأبيض له علاقة مباشرة بالموضوع. فبيسألها نيك عن المصدر اللي جابت منه الكلام ده. بتقول لهم إنها مش متأكدة 100%، ولكن هي قربت توصل لمكان السوق السوداء وهناك هتتأكد. وبتعرفهم إن السوق ده بيتباع فيه حاجات قيمة زي جواهر الوهم. فبتسألها كارين إذا ممكن تلاقي هناك جوهرة ملكة التنانين، وبتقول لها إنها بتحاول تنسى الموضوع ده من فترة بس مش قادرة تبطل تفكير فيه. فبتقول لها تيانا إن الأحسن تواجه المشكلة بدل ما تتهرب منها، والمرة دي هم هيكونوا معاها وفي ظهرها. ونيك طبعا بيأكد على كلام تيانا، بيقول لها إنهم هيدعموها مهما كان اختيارها. بيتفقوا بعدها إنهم يبدأوا رحلتهم الجديدة واللي هتبقى أكبر من أي حاجة يتخيلوها، بس بما إنهم مع بعض فأكيد هيقدروا يحققوا هدفهم. ولسخرية القدر الفريق اتجمع علشان أعضاؤه اتخانوا من البشر، وهم نفسهم هيبدأوا رحلة ينقذوا فيها البشرية من الهلاك. وبكده بيخلص الموسم الأول من الحكاية بتاعتنا، بس لسه الطريق طويل ومكمل، ودي مجرد بوابة لرحلة ضخمة. فيا ترى فريقنا هيقدر يقف في وش الصعوبات اللي هتقابلهم ولا لأ؟ وإيه اللي هيحصل في المستقبل؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الأجزاء اللي باقية لما تنزل. فما تنساش تقولي رأيك عن الفيديو ده في التعليقات، وما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا سلام يا فنان.